السلام عليكم. حقيقة الليلة اليوم عاوز أتكلم عن حاجة مجهولة ومرمية بعيد جدا. أول ناس مدينا اعتبار لكن ما بالطريقة العالمية. والله كل الناس اللي في العالم بيجي يزوروها عشان يشوفوها، وكل العالم بيقول عندكم خيرات جميلة. خيرات بلدنا يا إخواننا اللي هي السياحة في السودان. جبت شنو؟ جبت أعكس حاجة جميلة جدا من أكثر الحاجات اللي بيحبوها الشباب وبيريدوها: الرياضة. رياضة شنو؟ أيا كان أنواع الرياضة في السودان. والرياضة في السودان للأسف محتاجة مننا دفعة، زي ما برضو السياحة محتاجة مننا دفعة، لازم الرياضة يحتاج مننا دفعة. فطلعنا حاجة سميناها موسم السودان للسياحة والرياضة. وين؟ الرياضة ما في ملاعبها، في السياحة. واخترنا أول نقطة بتاعت انطلاق اللي هي منطقة البجراوية في ولاية نهر النيل. منطقة البجراوية في نهر النيل فيها كثير من الإهرامات وأكبر الإهرامات في العالم. فيها حضارة كوش، وفيها النقعة والمصورات، وفي حاجات كثيرة جدا يعرفها مننا الأجانب أكثر حاجة، لكن للأسف نحن كسودانيين بنيجي مرين فيها مرات أو ما عارفين اتجاهها وين أو موقعها وين. وللأسف في ناس بيجوا من أقصى أوروبا عشان يجوا يشوف حاجة جميلة عندك. نحن هنعكس الحاجة دي عن طريق النشاطات بتاعة الاتحاد الدولي للسيارات اللي هي المغامرات الصحراوية. ما بين فيها الدراجات النارية والسيارات الأوفرود، وما بين فيه سباق الخيول وفي سباق الهجن، وفي كل المشاركات الأولمبية من كمال الأجسام والرماية. أيوة، الرماية حتكون على الهواء. علموا أبنائكم الرماية وركوب الخيل. يا إخواننا نحن عاوزين نبدأ بالنقطتين الأساسيات دي. وأول انطلاقاتنا اللي هي التراث السوداني. وين؟ على الهرم. التراث السوداني من كل الأغاني السودانية المعروفة لكل ولاية السودان، الجميل بكل ما فيه. لكن يا إخواننا بعدها حتبدأ مرحلة المنافسة والشراسة حول الدرع البجراوية. طيب، حتكون البداية عبارة عن 4 أو 5 أندية نطلع منهم فايز، 4 فايزين، اللي هي أندية الدراجات النارية بولاية الخرطوم. ال4 أندية دي حيطلعوا 4 مشاركين يتنافسوا ما بينهم، يطلع من النادي واحد عشان يتأهل للمرحلة النهائية. الكلام ده حيكون في موسم السودان للسياحة والرياضة، يومين، جمعة وسبت. جمعة وسبت، بعيدا عن ضوضاء المدينة وكشافات الاستادات، وبعيدا عن الضجر اللي انتم فيه. اطلعوا برا، شوفوا الخير اللي في الطبيعة برا. خليكم شوفوا زي ما انتم بتجيبوا في الشلال في الانهار وفي المياه وتقولوا يا الله جو جميل. برضو يا اخواننا الصحراء فيها جو اجمل برضو، كلها من خيرات الطبيعة الحمد لله رب العالمين. ما تفكم حاجة في المخيمات، سوى المخيم الاول في بيراوية وبعده حيكون مثلا في البركل، في اركويت، البحر الاحمر، في الدندر، في الرهد، في جبل مرة. كلها حتتسلسل في فترة تسلسلية خلال السنة، عشان في النهاية حيكون عندنا الختام كبير جدا. عاوزين نعكس الثقافة دي، وعاوزين نطلع منكم الكبت بتاع العاصمة، الكبت بتاع الولاية. اطلعوا على الخلا الصحاري، خلونا نطلع شغل جميل جدا بمعاونة كل الفئات. صراحة اليوم النهاية والختام حيكون فيه حياة جميلة جدا، غير ليلة الباربيكيو والجيتار والميوزك والكورال البسيط، لكن على أنغام السحر والليل والجمال والنجوم. يا شباب نحن في أكتر حاجة محتاجين لها جوانا باور مقفول. اليوم بيبقى سريع، لكن للاسف ما قاعد نفسنا حاجه، ولا قاعد ندير سيرتنا حاجه، ولا حاصل صونا وسيرتنا قلنا تعالوا اطلعوا برا عشان نوريكم النجوم دي اساميها شنو. زمان كان بتسمى اسامي كثير جدا. ما تكون حاجه. الشكر الكبير جدا موصول لمنتجع درة وادي النيل، وبعده لوزاره الثقافه والاعلام، وبعده لوزاره الشباب والرياضه، وكل الانديه الرياضيه من ايا كان انواع، اولمبيه، دوريات ناريه، سيارات، سوى كل غيره، برضه مشكورين جدا. وما انسى بالشكر وزاره الداخليه والمرور السريع، وولايه نهر النيل بالاخص لانه هي رحبت بالفكره. شكرا لكم كثير. ما تفوتكم الليله الجميله، ما يفوتكم المخيم الجميل، ما يفوتكم الرالي، ما تفوتكم كل شيء. خليكم قريبين في امان الله. ده التفصيل يا اخوانا. شكرا لكم كثير.